وكانت هذه اكبر صدمه في الحياه ديالو. الفلاح كيشوف قدام عينيه ابشع منظر شافو في حياته كلها، جثه ديال المراه محروقه ومقطعه ومشوهه بشكل مرعب. الشاب حسب الاقوال ديال صديقاتها كان وعدها بالزواج، ولكن في واحد الفتره ولا كيتهرب من هذه العلاقه، وللاسف الضحيه ضاقت فيه وطاحت في الفخ ديالو ومشات عنده للشقه برجليها. سلام، معكم نازو، وانا مهتم وباحث في القضايا البوليسيه والجرائم الغامضه، وفي هذه القناه غادي نشارك معكم اهم واخطر القضايا اللي هزت الراي العام في المغرب وخارج المغرب. الا كنتي مهتم بهذا المحتوى ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس وتخلي اعجاب صغير باش نقدروا نكملوا في هذا المحتوى. واحد وعشرين ماي 2024 نهار اللي غادي تفيق فيه مدينه طنجه على ابشع جريمه في التاريخ ديالها، نهار اللي غادي توقع فيه وحده من اشهر الجرائم اللي عرفها المغرب، جريمه هزات الراي العام وخلات الناس كاملين مصدومين وكيسولوا كيفاش ممكن قصه حب تحول لكابوس دموي، وكيفاش الثقه كتولي خيانه والخيانه كتخلي عاشق يتحول لوحش ادمي. كل شيء بدا في يوم كان كيبان عادي من اواخر شهر ماي، وبالضبط يوم 21 ماي 2024. فلاح كيرعى الاغنام ديالو بارض فلاحيه في ضواحي مدينه طنجه، منطقه مهجوره ما فيها لا منازل ولا سكان. 8 ديال الصباح، جو هادئ وصامت، ولكن في لحظه وسط داك الاجواء لاحظ الفلاح شي حاجه ماشي طبيعيه. في لحظه كينتبه الفلاح لحقيبه صفار من الحجم الكبير كتواجد بجنب الطريق ومخبيه باتقان وسط الربيع. الحقيبه كانت مرميه بطريقه مشبوهه والحاله ديالها متهالكه. وقف قدامها الفلاح دقائق كيتامل فيها وكيفكر شنو ممكن مثلا يكون فيها، وعلاش تحطات هنا بهذه الطريقه. كيبان واضح انها تحطات بديك الطريقه عن قصد وماشي غير مرميه. بزاف ديال الافكار داروا ليه في راسو، واش ممكن يكونوا فيها فلوس او مسروقات ولا حتى مخدرات مهربين بهذه الطريقه. حط كاع الاحتمالات السيئه. الفضول ديالو خلاه يقرب منها اكثر باش يكتشف شنو فيها. كيقرب لها خطوه بخطوه، في لحظه وصل ليها وتشجع وفتحها، وكانت هذه اكبر صدمه في الحياه ديالو. الفلاح كيشوف قدام عينيه ابشع منظر شافو في حياته كلها، جثه ديال المراه محروقه ومقطعه ومشوهه بشكل مرعب، منظر بحال افلام الرعب. ولكن للاسف هذا المشهد كان حقيقي. الفلاح تصدم من المنظر اللي شاف، مشى بسرعه للقياده وخبر بالواقعه. رجال الدرك الملكي التحقوا بمسرح الجريمه وبسرعه، وفي الدقائق الاولى داروا طوق على المكان. عناصر الشرطه العلميه كانوا حاضرين في عين المكان كياخذوا الاثار اللي لقاوهم في الحقيبه. بدات عمليه التحقيق. رجال الدرك خداو الاقوال ديال الفلاح اللي عاود لهم تفاصيل الواقعه من الاول، لكن من بدايه التحقيقات الامر ما كانش سهل نهائيا في هذه القضيه. ورجال الدرك لقاو صعوبه كبيره في التوصل لهويه الضحيه. الجاني كان كيحرص في هذه الجريمه باش يخفي اي اثار الضحيه وقام بتقطيعها واحراقها، الشيء اللي زاد المهمه صعوبه. ورجال الدرك من بدايه التحريات لقاو راسهم قدام لغز كبير. شكون هذه السيده؟ الجثه ما كيبانوش التفاصيل ديالها، لا وجه لا بصمات لا معالم. رجال الدرك كياخذوا صور للجثه والمسرح الجريمه. الجثه ترفعات المستودع البلدي من اجل التشريح، ودابا الامل كلها معلقه على الطب الشرعي باش يتم كشف اول لغز من هذه الجريمه، واللي اكيد غادي يكون راس الخيط اللي غادي يوصل في النهايه للحقيقه المفقوده. الطب الشرعي من بعد ساعات في غرفه عمليه التشريح تمكنوا اخيرا من التعرف على هويه الضحيه. جاء في التقرير ديال الطبيب المكلف انه من خلال تحاليل الحمض النووي وبعض الاثار الضحيه كانت مرأة عندها 37 سنه، توفات بسبب طعنات عديده بسكين حاد، من بعد تم تقطيعها واحراقها باش الجاني يخفي الاثار ديالها. بناء على التقرير الطبي ونتائج التحاليل اللي جات فيه، الشرطه قدروا يتوصلوا للهويه الحقيقيه ديال الضحيه من خلال البحث اللي قاموا به في قاعده البيانات ديالهم، بحيث ان نتائج التقرير الطبي كانت مطابقه لهويه مواطنه عمرها 37 سنه من ضواحي مدينه مكناس. تعرفوا على الهويه ديالها كامله، الاسم الشخصي والعائلي وحتى العنوان ديالها، ولكن تفاديا لذكر الاسماء الحقيقيه ديال الشخصيات في هذه القضيه غادي نطلقوا عليها اسم سميره. السؤال اللي بقى دابا محير المحققين هو شنو جابها من مدينه مكناس لطنجه، وشنو وقع في حياتها باش توصل لهذه النهايه المأساويه. رجال الامن كيستكملوا التحريات ديالهم من مدينه مكناس. فرقه خاصه كتنتقل باش تعمق البحث في هويه الضحيه وفي الماضي ديالها. الفرقه كتنتقل لعنوان الضحيه وكتاخذ اقوال بعض افراد العائله ديالها والمقربين وبعض الاصدقاء. التحقيقات الاوليه وكيف ما جاء في الاقوال اللي سجلوها المحققين بينات ان الضحيه كانت خدامه في مجال الحلاقه والتجميل، قرات في معهد معروف في مكناس وخدات شهاده في التجميل. انتقلت لمدينه طنجه كتقلب على خدمه باش تبدا حياه جديده، وبالفعل من بعد ايام ديال البحث لقات اول خدمه ليها في صالون حلاقه وتجميل. كانت الامور غاديه مزيان والمداخل من هذه المهنه كانت مداخل جيده اللي قدرت تحسن لها المستوى المعيشي ديالها وديال الاسره ديالها كيف ما كيصرحوا افراد الاسره ديالها. استقرت في هذه المهنه لسنوات. سميره كان عندها حلم من اول نهار دخلت لهذا الميدان، حلم اللي خدمت عليه لسنوات وقدرت تحققه اخيرا.
سميرة قدرت تجمع مبلغ محترم اللي غادي يمكنها باش تفتح الصالون الخاص ديالها. كان صالون صغير ولكن بالنسبة لها هو حلم كبير وأول خطوة في طريق النجاح. كان عندها طموح كبير وكتمنى تفتح صالونات أخرى ودير اسم كبير في هذا المجال في مدينة طنجة. كانت أحلامها كبيرة ولكن في لحظة وبطريقة اللي عمرها توقعتها كلشي في حياة سميرة غادي تقلب رأسا على عقب بسبب جائحة كورونا اللي ضربت المغرب سنة 2020 وبسبب الظروف الصحية اللي تفرضت على العالم. المغرب غادي يدخل فترة الحجر الصحي، المرحلة فين تضرب الاقتصاد العالمي وتغلقوا بزاف ديال المشاريع والشركات وتدهور المستوى المعيشي ديال بزاف ديال الأسر. سميرة كانت وحدة من ضحايا هذا الوضع الاقتصادي وسدت الصالون ديالها وخسرت كلشي اللي كان عندها ورجعت لنقطة الصفر. مع الوقت بدات كتقلب على بديل، ما كانوش قدامها بزاف ديال الفرص وحتى الخدامين اللي كانت كتلقى ما كانوش كيوفروا لها مستوى العيش اللي تعودات عليه. حتى في واحد النهار غادي تلقى فرصة عمل اللي ما بغاتش تضيعها واخا كان المجال بعيد عليها تماما وغادي تمارس هذه المهنة لأول مرة. ما كانتش كتشوف هذا الشيء عائق قدام المبلغ اللي تعرض عليها مقابل هذه المهمة واللي كانت سير مقهى وماشي أي مقهى بل مقهى ليلي. سميرة هنا دخلت لعالم المقاهي الليلية ولات كتشرف على واحد المقهى ديال الشيشه وسط المدينه. وهنا بدات سميرة كتكتشف عالم اخر، عالم مختلف تماما على العالم اللي كبرات فيه واللي تربات فيه. ناس كتلاقى بهم لاول مره واحداث كتعيشها لاول مره. وسط داك العالم سميرة تعرفت على واحد الشاب، علاقه بدات رومانسيه ودامت لسنوات وكانت فيها وعود بالزواج. واخا كانوا بعض المشاكل اللي كتعتبر عاديه ولكن دائما الشاب كان متمسك بالوعد ديالو واخا ما كانت حتى مبادره رسميه من جهته. العلاقه كانت كتزيد كطول ولكن بلا حتى هدف، وسميرة بدات كتشك في النيه ديال هذا الشاب وهذا الشيء اللي خلاها في واحد الفتره تفكر باش تاخذ وقت اكثر وتعاود تقييم هذه العلاقه وتزيد تفكر في المستقبل ديالها. مع المده لاحظت سميرة تصرفات من طرف هذا الشاب اللي زادت الحيرة والشك ديالها في مستقبل هذه العلاقة. الشاب حسب الأقوال ديال صديقاتها كان وعدها بالزواج ولكن في واحد الفترة ولا كيتهرب من هذه العلاقة. سميرة بدات كتحس بالخطر وقررت تسالي العلاقة ولكن هذا الشاب حسب المحققين ما قبلش الرفض وما تقبلش نهاية العلاقة. حاول يهددها بجميع الوسائل باش ترجع معاه ولكن هي كانت خدات قرار نهائي ولا رجعتها فيه. انهاء العلاقة بهذه الطريقة المفاجئة خلاه يشعر بأحاسيس ديال الحقد والضغينة من جهة سميرة بسبب الاستبعاد ديالهم من العلاقة بهذه الطريقة. الشاب حس بالضعف والإهانة، بدا كيشك أنها لقات بديل أفضل وكان هو سبب استغنائها عليه والإقصاء ديالو من هذه العلاقة. وللأسف هنا ما قدرش هذا الشاب يسيطر على راسه وبدات كتحرك فيه رغبة الانتقام. الشاب كان كيحمل ضغينة كبيرة وكانت عنده نزعة إجرامية، بدا كيفكر بشي طريقة للانتقام وضع الخطة الإجرامية ديالو وبدا في التنفيذ ديالها. وصل النهار اللي قرر فيه ينفذ الجريمة ديالو. الجاني اتصل بسميرة في الهاتف وطلب منها تسمح ليه على اي تصرف صدر منه وقام استدراجها للشقه ديالو. طلب منها يتلاقى معها باش يعتذر لها وينهيو العلاقه وديا وبشكل رسمي. وللاسف الضحيه ضاقت فيه وطاحت في الفخ ديالو ومشات عنده للشقه برجليها. كانت كتعتقد ان حل المشكل بهذه الطريقه غادي يكون افضل حل بالنسبه للطرفين. وصلت سميرة للشقه وكان الجاني كيتسناها موجد كل شيء ومستعد يرتكب الجريمه ديالو بلا رحمه ولا شفقه. دقات وحل لها الباب واستقبلها. بقاو كيتناقشوا على المشكل دقائق حتى كيتحول النقاش لصراخ ومشادات كلاميه. هنا وفي لحظه غضب هستيريه غادي يقرر الجاني ينفذ الجريمه ديالو. اداه الجريمه كانت معده مسبقا، سكين حاد من الحجم الكبير محطوط في المطبخ مع حبال وحقيبه كبيره. الجاني غادي يمشي بسرعه للمطبخ، غادي يهز السلاح ديالو وغادي يرجع عند الضحيه كينفذ الجريمه ديالو. الجريمه ما سالاتش هنا، الجاني حاول يمحي جميع الادله على الجريمه ديالو، قطع الجثه وحرقها، دارها في حقيبه كبيره ومشى بها لواحد المنطقه خاليه بعيده على طنجه بحوالي 15 كيلومتر، رماها تما وهو مقتنع انه توصفها وما بقى حتى دليل على الجريمه ديالو. وحيت ما كاينه حتى شي جريمه بدون اثار، الجاني نسى اهم حاجه. الكاميرات في الحي كانت في كل بلاصه كتراقب كل شيء، وتم رصد السياره ديالو مباشره من بعد ما غادرات الحي في الوقت اللي خرج الجثه في الحقيبه باش يتخلص منها. الشرطه رجعوا للتسجيلات ديال الكاميرات اللي في الحي والطوموبيل ديالو ولات تحت المراقبه. مذكره بحث وطنيه صدرت في حقه والمتهم هرب لوجهه مجهوله. بعد ايام البوليس كيقدروا يرصدوا السياره ديالو في مدينه الناظور من خلال تتبع الرقم الترتيبي ديالها. فرقه امنيه كتنتقل لاي مكان فين مركونه السياره لايام وكتقوم بالتحريات ديالها. في الاخير كيتوصلوا لان الجاني كيتواجد حاليا في المنزل ديال الاخ ديالو وكيتسنى الفرصه باش يغادر التراب الوطني ويهاجر بطريقه سريه لمدينه سبته. نهار الحد 23 يونيو 2024 عناصر الامن كتقوم باعتقال الجاني بشكل رسمي وكيتقدم للعداله. بدا التحقيق مع الجاني والمحققين كيحاولوا يعرفوا ظروف وملابسات الجريمه والدوافع اللي ادت لها. الجاني كيعترف بالوقائع كلها اللي جات مطابقه للتقارير ديال الشرطه والجريمه كانت ثابته عليه.
مع سابق الإصرار والترصد. القضية وصلت للإعلام وهزت الرأي العام في الشارع المغربي، الناس صدمتهم مشاعة الجريمة والدرجة ديال العنف والوحشية اللي تنفذات بها. القضية ذكرت المغاربة بجرائم سابقة بحال مقتل رجل المغنية ريم فكري أو الرجل اللي قتلته مراته وولاده في طنجة، وكلهم جرائم عندها علاقة بنفس الأسباب: مخدرات، خيانة أو ضغط نفسي. في آخر المطاف الملف تسد والجاني خدا العقوبة اللي كيستحق، ولكن تساؤلات كثيرة بقات كتدور في أذهان الناس. كيفاش علاقة بدات سعيدة وكانوا فيها أحلام وطموحات ووعود بالزواج تنتهي بمأساة بحال هكا؟ وكيفاش دامت هذه العلاقة لسنوات وفين مشات الثقة اللي كانت بين الأطراف ديالها؟ علاقات بزاف من واقعنا اليومي اللي كتبدا بنية حسنة وكتسالى بطرق مأساوية، علاقات اللي كتنتج الخيوط ديالها في الظل، ما كتبداش بشكل صحيح وكما يجب، غالبا كتنتهي بخسائر كبيرة ومرات بجرائم فظيعة. في نهاية القصة ديالنا بغيت نعرف الآراء ديالكم في هذه القضية. شنو كان أول سبب اللي أدى لهذه النهاية المأساوية؟ واش كان ممكن أطراف القضية يتجنبوا هذا المصير كون تمت الأمور من الأول بالشكل صحيح؟ إلا وصلتي حتى لهنا كنشكرك بزاف على الاهتمام ديالك وعلى المشاهدة للأخير. قضايا جديدة وأكثر غموض غادي تلقاوها دائما في القناة. ما تنساوش تدعموا القناة بالاشتراك ديالكم، تخليو إعجاب صغير وتعطيونا الرأي ديالكم في القضية ديال اليوم، ونتلاقاو في القضية الجاية.